السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، مفيش شك طبعا ان في طرق كتير لتعلم تكنولوجيا المعلومات، ولكن انا عندي ليكم ابسط واسهل الطرق. اخواتي في الله، في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على كيفية تغيير اسم حساب المستخدم لجهاز الكمبيوتر او جهاز اللابتوب ويندوز 10 او اي نظام تشغيل ويندوز. بس لازم تدعمنا شير ولايك واشتراك في القناة حتى اديك كل ما هو جديد. عشان ما نطولش نخش على طول في الموضوع، اول حاجة نخش على كنترول بانل اللي هي لوحة التحكم من خلال مربع البحث. بعد ما نخش على كنترول بانل ندخل على يوزر اكونتس اللي هي حسابات المستخدمين. ولازم نعرف يعني ايه حساب يا شباب او حساب مستخدمين. حساب مستخدم ده يا شباب عباره عن شيء او كائن بيتم عمله او انشاؤه لكيان او شيء اخر. الكيان ده يعني حاجه ماديه، حاجه ملموسه، علشان نتمكن من خلال الحساب ده او الشيء ده او الكائن ده اللي احنا ندخل على موارد، سواء كانت ماليه او موارد معلوماتيه، زي مثلا حساب المستخدم او الحساب بتاع البنك ده بيدخلني على البنك عشان خاطر اخش على موارد ماليه. وحساب الكمبيوتر بيدخلني على موارد معلوماتيه او موارد معلومات، زي ما احنا شايفين كده الكمبيوتر بيبقى فيه معلومات وملفات. طيب، بعد ما بنخش على الخطوات دي بنخش على تشينج يور اكونت نيم، يعني غير، يعني تغيير اسم الحساب بتاعك. وبندخل الاسم الجديد، وليكن مثلا انا هنا هسجل انج محمد سرور، وهدوس تشينج نيم. هيتغير الاسم معايا زي ما احنا شايفين كده يا شباب. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش بقى بشير ودعم ولايك للقناه. شكرا يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في مواضيع جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.